اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن حال. البطاطس الجمبري من الاصناف اللي طالعه ترند قوي في الفتره دي. ناس كتير بتاخد لها مشاوير علشان تروح تاكلها. طيب هنعملها النهارده في البيت بطريقه سهله وبسيطه. عايزه اقول لكم ان هي احلى واطعم من البطاطس المقليه العاديه. يعني لما تجربوا الطريقه بتاعتها وتاكلوها ان شاء الله هتعجبكم وهتستغنوا تماما عن البطاطس المقليه بالطريقه العاديه، ومش هتعملوا غير البطاطس بالطريقه دي اللي هي بطاطس الجمبري. كمان الاولاد هيحبوها قوي قوي. يعني انا بعملها الاولاد بياكلوها كده يعني بسرعه، بيخطفوها كده من بعض. طريقتها سهله وبسيطه، تعالوا نعملها في البيت باسهل طريقه. هجيب عندي البطاطس، كمية البطاطس اللي انا عايزة اقليها. طبعا هقشرها وهقطعها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي شرايح، وهمسك الشرايح دي اقطعها صوابع تكون تخينة شوية، ما تكونش رفيعة. تمام. او تقطيعه متوسطه. هنغسل طبعا البطاطس ونحطها في ميه وعليها شويه ملح على ما نجهز العجينه. هجيب عندي كوبايتين او كوبايه ونص من الدقيق، وهضيف عليهم 3 معالق من النشا علشان البطاطس تبقى مقرمشه. وطبعا هضيف معلقه صغيره من البيكنج باودر، والتوابل بتاعتها بهارات فراخ. انا ضفت بهارات اللي هي مرق الدجاج الفوريه، ومعلقتين كبار من الكاري، ومعلقه من الكزبره، ومعلقه صغيره من الثوم البودر، ومعلقه طبعا من الملح. وهضيف كمان عليها نص معلقه صغيره من الكمون. هي دي التوابل بتاعتنا، سهله خالص. توابل الفراخ او توابل اللي هي المرق الفوريه للدجاج بتدي طعم مميز وحلو قوي. لو مش عندك وحابه تستغني عنها مفيش مشكله. هي التوابل بتاعتنا الاساسيه الكاري، ومهم جدا كمان عشان اللون، والملح والثوم البودر والكزبره والكمون. وطبعا هنضيف السوائل، الميه السايله عليها لحد ما تبقى عجينه زي كده. اول حاجه هجيب عندي البطاطس واعملها نص قليه في زيت غزير سخن، يعني يا دوبك تبقى نص سوا. يعني انا هطلعها نص سوا تمام. وهحط في العجينه اللي احنا عملناها. بقيه البطاطس بطلعها على حاجه تبرد الاول، وبعدين احطها في العجينه. وهناخد البطاطس ونعملها كويس قوي في الخليط اللي احنا عملناه، ونحط واحده بواحده في الزيت علشان ما ينفعش نحط الكميه مع بعض، يعني بنحط واحده بواحده. طبعا زيت غزير سخن، ونسيبها بقى لحد ما تكمل السوا. وكمان تقرمش من بره. يعني طبعا احنا حاطين النشا هيخليها مقرمشه وطعمها جميل قوي. هي بتبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه، طعمها بجد خطير. بطلعها بقى على مصفى علشان المصفى تحافظ على البطاطس انها تبقى مقرمشه ما تطراش مننا. كمان عايزه اقول لكم ان البطاطس لازم تكون بطاطس آلية، مش البطاطس بتاع الطبيخ. لازم بطاطس آلية عشان يبقى طعمها حلو، وما تعملش مننا لون او تبقى مسكره ويبقى طعمها وحش وتبوظ علينا طعم الخلطه. نطلعها على مصفى، وبعد كده كلوها بالالف هنا وشفا. طعمها بجد لذيذ قوي قوي، طريه قوي من جوه ومقرمشه قوي من بره. وعايزه اقول لكم بقى الخلطه الحلوه اللي احنا عملناها دي مديه للبطاطس طعم رائع جدا ولذيذ. طعمها جميل قوي. يعني انا اراهن ان انتوا لما تعملوها يمكن تاكلوا كميه البطاطس وانتوا واقفين في المطبخ من غير ما تقعدوا تاكلوا عادي مع الاولاد، من لذاذه طعمها. وبجد طعمها جميل جدا جدا، والطريقه تستاهل، والتجربه بتاعتها تستاهل. وفعلا يعني حاجه من الحاجات اللي لما بتطلع ترند بتبقى بجد لذيذه قوي قوي وسهله جدا، وما بتاخدش مننا اي وقت خالص في التحضير ولا المجهود. جربوها واعملوها كمان للاولاد. الاولاد هيحبوها قوي قوي. اتمنى تكون الفيديو عجبكم، والطريقه سهله خالص وبسيطه، وتجربوها ان شاء الله وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناه، ومع السلامه.